السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، مساء الفل عليكم متابعين كلمتين على الماشي. طبعا أنا في مشكلة كبيرة جدا جدا زي ما انتم شايفين، في بهدلة في كل حتة، في حاجات مرمية في كل مكان. طبعا ده حال الناس اللي لما بتبقى بقى نازلة نهائي أو نازلة مصر أو كده. شوزات محطوطة بتاعت ابني اهي. دي شوزات متربية. شنط سفر، شنط تانية طبعا، حتى الشنط اللي جواها دي برضو ايه، شنط. حتى الشنط اللي جواها مش مترتب، جواها اكياس وجواها حاجات تانية. فاهمين؟ فبرضو في هنا شنط في الارض وفي هنا شنط على الكراسي. طبعا انتوا عارفين ما شاء الله بتبقى حاجة انا، حاجتي وزوجي واولادي. بتبقى الحاجات كتير. وانا جيت في الفترة الاخيرة، كنت في الاول بصراحة يعني انتوا هتلاقوا ايه، في قاعدة كويسة من تحت، في حاجات من تحت في الشنط دي مترتبة. الباقي بقى من على الوش، كنا بدأنا في امتحانات الولاد وكده. فكنت بصراحة بجيب وبرمي. شايفين اهو في هدوم هنا برضو، بجيب وبرمي بقى الاكياس. دي كلها توك. هنا دي فيها ايه، انا هوريكم. دي فيها ده شراب. دي كده جبت كل التوك بتاعتي، شاريه توك كتير، وكانت برضو كنت بلاقيها مترميه في كل حته، فجبت زي علبه كده قديمه انا مش محتاجاها اهو، وقعدت كده ارتب فيها التوك. وبالذات بقى كل الاساتك دي جبت كده بكل الالوان، احمر بيج اسود موف فوشيا ازرق رصاصي. ودي كده صورة التات حطيتها فوق بعض، وحطيت كده توك بنتي على الوش. فايه يعني دول انقذتهم شويه علشان ما يبوظوش. ودي برضو ايه، بصوا هنا جبت برطمان عندي كان قديم، مش عارفه يعني اعمل بيه ايه او كده، مرمي. فرحت غسلته كويس ونضفته وعملته كده، حطيت فيه هنا الكليبسات بقى، الحاجات الصغنطوطه اللي ممكن تضيع مني. الاساتك الصغيره دي، شايفين الاساتك دي الصغيره دي كلها برضو بتضيع. فقلت ايه، قصيت كده كل كليبسين مع بعض، كل لونين، وحطيتهم كده الورق بتاعهم علشان ما يضيعش. قلت يبقوا في البرطمان افضل. طبعا برضو في طواق وفي حاجات كده جوه، وفي ساعات اهي وبرفانات اهو. طبعا انتوا عارفين بقى بتبقوا نازلين من السفر. وهنا في حاجات صيني اهي. ده الطبق ده صديقي واحد اخوه كسر، فاضل ده. ودي اطباق تانية. فبتبقي ايه، بتبقوا بقى نازلين من السفر، عايزه تجيبي شتوي وتجيبي صيفي، علشان هنقعد فتره مثلا عقبال ما ربنا ييسر لنا امورنا وامورنا تترتب وكده. تبقي مثلا مش عايزه تشتري حاجه في الاول وكده، عقبال ما ايه الامور تتظبط. فجايبه بقى للولاد هدوم شتوي وهدوم صيفي والشوزات والشنط والحاجات دي. وشفتوا جبت ايه برضو، جبت اكبر بكره في العالم. دول عارفين التغليف اللي بنغلف بيه السندوتشات كده والحاجات دي. ده هو ده، بس دوت خامته تقيله، ده خامته تقيله قوي. وكمان كتير بقى، شايفين قد ايه، كبيره خالص دي، علشان نغلف بيها الكراتين. لو هحط مثلا حاجه في كرتونه او كده. ودي برضو اكبر بكره سلوتيب في العالم. عشان نلزق بيها الحاجه. انا دلوقتي محتاجه حد يساعدني، عشان محتاجه ارتب كل ده كويس، علشان احنا خلاص يعني نازلين بقى بامر الله بالسلامه. زعلانين جدا ان احنا نازلين قوي 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 وسايبين بيتنا. برضو احنا عشنا في البيت ده سنين كتير قوي، وقعدنا فيه فتره طويله وبنحبه جدا وبنحب مكه قوي. بس كل حاجه وبيبقى ليها بقى نهايه فعلا، يعني لازم كل حاجه تنتهي، وكل حاجه بتخلص، حتى عمر البني ادم بيخلص. معلش كنت بوطي بس الراديو شويه، انا متعوده دايما يعني القران شغال على طول في الاوضه دي. فيعني بقول لكم حتى عمر البني ادم بيخلص. كل حاجه بتنتهي. اي نعم ما كناش نتخيل، انتوا عارفين زي ما يكون حاجه كانت بعيده شويه عن خيال البني ادم. احنا هنمشي ازاي، المكان اللي ولادي اتولدوا فيه وعاشوا فيه وكده وطول حياتهم.
بس هو فعلا كل حاجة بتنتهي، وأهم حاجة إن ربنا يا رب يكرمنا ونبدأ حياة تانية بأمر الله، تكون يا رب كده سعيدة، تكون موفقة. بتمنى نبدأ حياة فعلا فيها توفيق من عند ربنا، لأن فعلا أي حاجة من غير توفيق ربنا ما بتمشيش. لازم بأمر الله بأمر الله بأمر الله كده يا رب يكون راضي عننا بس ويوفقنا. عايزه اقول لكم ان موقف بجد كان صعب جدا. النهارده الصبح شفته، ابني الصغير بصحيه من النوم، بقول له قوم يا محمد، يعني قبل ما ينام قايله له ان احنا مش هينفع ناخد معاه مسدساته في الشنط. قلت له يا محمد هناخد لعبه او لعبتين، وهو طبعا حبيبي عنده هنا لعب كتير، فقلت له هناخد لعبه او لعبتين، انا خايف اخد الايه المسدسات يا محمد، لحسن بيفتشوا في الشنط بيشوفوها في الجهاز، يعني يلاقوا مسدسات او حاجه يقولوا لي لا. فقلت له احسن يا محمد بدل ما ناخدها ويطلعوها من الشنط نرميها في الزباله، نديها لاي حد من صحابنا اللي لسه قاعد يعني في السعوديه، نديها لابنه يلعب بيها وكده. فعيط وزعل جدا، وبعدين اقتنع. انا خاف، هو خاف بحبيبي يعني، قال لي يا ماما طب انا خايف صحيح احسن الضابط يقول لي لا انت جايب مسدسات معاك ليه، انا مش هاخدها. فصحيت الصبح لقيته راصص كل مسدساته ومرتبها كلها جنب بعضها على الارض ونايم جنبها. قد ايه مش قادره اقول لكم، الدموع نزلت فعلا من عينيا بجد. عيطت وطبطبت عليه وسابع، هو حاسس يا حبيبي سايب حاجته دي خلاص، بقاله سنين عنده اللعب دي، وكل ما بيزهق، انتوا عارفين هنا مفيش صحاب كتير مفيش حد، فكل ما بيزهق كانت هي لعبه دي صحابه وكل حاجه يطلعهم ويلعب بيهم شويه ويعينهم تاني. فدلوقتي هو مضطر، بل وهو مجبر ان هو لازم يسيبهم ومش هيشوفهم تاني، فطلعهم ورصهم ونام جنبهم علشان يعني خلاص هم هيوحشوه وهو لازم يسيبهم، هو فهم كده. فقد ايه اتأثرت. اي نعم نازلين وبلدنا وكل حاجة، هي بس هي بلدنا، بس هي بالنسبة لولادي هي دي هنا بلدهم. بالنسبة لولادي هم اتولدوا هنا وعاشوا هنا ولما كانوا بيحبوا يروحوا عند الدكتور كانوا بيروحوا للدكتور هنا، ولما بيروحوا المدرسة بيروحوا المدرسة هنا. فقد ايه مش قادرة اقول لكم ان هي تجربة قاسية وتجربة صعبة. يعني كنت اتمنى ما اتغربش وبعدين ارجع من الغربة، احسن ما كنت ان انا اتغربت. كنت اتمنى ما اتغربش اصلا، مش عشان الغربة وحشة والله لا، الغربة بالعكس لما بتاخدوا عليها وبتتعودوا عليها وبتعيشوا فيها هي حاجة جميلة، وخلاص ده بيتكم وده حياتكم، بالعكس بتحسوا بالخصوصية الشديدة، وانه حياتكم كده خاصة وليكم حياة لوحدكم. ولكن زي ما بقول لكم كل حاجة بتنتهي، حتى العمر بينتهي. ربنا يا رب يوفقنا ويوفقكم كلكم. هقعد مع نفسي امسك كل ده دلوقتي، مش هطول عليكم الفيديو، انا همسك كل ده اطلعه وارتبه، ارتب بقى هدوم كل واحد لوحده، يعني هدوم الولاد لوحدها وكل ولد لوحده، بحيث عشان لما ربنا يا رب يكرمنا وننزل مصر بالسلامة اخد يا دوب هدومه بشنطته كده ارصها له في الدولاب، يبقى سهل عليا. ما اقعدش، ده انا عايزه اقول لكم ان يبقى هنا في بنطلون وهنا التيشيرت بتاعه، هنا في الشورت وهنا التيشيرت، فلخبطه جامده جدا. فابتدي طبعا ان انا ارتب لكل واحد البنطلون مع التيشيرت مع الطقم بتاعه، كل حاجه مع بعضها، وارص بقى، ارتب الحاجه وارص واوريكم بقى في الاخر بعد ما الدنيا ايه نطفت بقى. يمكن اوريها لكم في فيديو تاني، يمكن ملحقش النهارده، يمكن في فيديو تاني اوريكم بقى ده بعد ما رصصت ورجعت انتريه تاني، لان هو دي اوضه الانتريه احنا مش بنستخدمها طبعا دلوقتي ومفيش ضيوف بيجوا لنا. فعايزه اقول لكم ان انا استغليت الانتريه اسوأ استغلال فانا هحاول ارتبه وارجعه انتريه تاني، يعني منظر يعني عشان ما نبقاش عايشين فيه مثل هذه البهدله يعني. بتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك، واللي لسه